تعالوا نعمل مع بعض بودرة السحلب بالطريقة الأصلية اللي بتتعمل في المصانع وبتتباع عند العطار. والسحلب المصري ملوش علاقة بزهرة الأوركيد، ده عندنا في مصر اسمه سحلب، اللي هو مشروب شتوي شبيه للمهلبية بس بقوام أخف، وبنزود له طعم جوز الهند وبنزينه بمكسرات. طبعا لما بنعمل بودرة السحلب في البيت بيبقى فيه توفير كبير جدا عن اللي بنشتريها جاهزة، واللي بنعملها في البيت هي نفس المكونات، مفيش اختلاف. هنحتاج نص كيلو نشا، كوباية إلا ربع من دقيق الرز، ومعلقة كبيرة طعم جوز الهند البودر، ومعلقة كبيرة لون طعام أبيض وده اختياري. وهضيف كمان كيسين فانيليا. السمسم بقى زي ما تحبوا، انا هحط نص كوبايه من السمسم المحمص، وطبعا تقدروا تستغنوا عنه لو مش بتحبوه. وهزود كمان نص كوبايه سوداني مجروش، وبنقلبهم مع بعض. انا بديكم الطريقه زي ما العطار بيعملها، وهنحفظهم في برطمانات تكون ناشفه ونظيفه، وكل مره بنستخدمه فيها بنقفل البرطمانات كويس بعدها. ويفضل ما تعملوش كميه كبيره عشان ريحته بتتغير مع الوقت. وقبل ما اقفل البرطمان بحط شويه مكسرات. عشان اعمل كوبايتين سحلب معايا كوبايتين لبن، هحطهم في الكازرونه وهسيب الشويه دول عشان ادوب فيهم السحلب. هسخن اللبن على النار، هحط معلقتين كبار سحلب والسكر حسب الرغبه، وهزود اللبن وهدوبهم مع بعض. لما اللبن يغلي هرجع اقلب السحلب تاني في اللبن، وهنزله على اللبن مع التقليب المستمر لحد ما يتقل، وبنشيله وبنصب على طول في الكوبايات. لو عندكم بقى اي مكسرات زينوا بيها، وممكن زبيب وجوز هند. بس كل المكونات دي هتلاقوها بتتباع عند العطار. ما تنسوش لما تجربوها ترجعوا تكتبوا رايكم في الفيديو، واوعوا تمشوا من غير ما تعملوا لايك للفيديو. اشوفكم قريب على خير.